يعني مش هنستكمل الاجراءات، كان في اجراءات المفروض تستكمل خلاص، يعني مش هنستكملها خلاص، الموضوع كأن لم يكن. طب هو كان في جلسه امبارح يا احمد فعلا وشيكابالا لا كان يا فندم، لا لا، لغايه دلوقتي هو حتى ما حاولش يعمل ده. يعني هو لحد دلوقتي شيكابالا ما ظهرش اصلا؟ لا لا. مشهد غريب. مشهد غريب جدا، بس يعني خلاص يعني الموضوع انتهى، يعني هو ممكن يكون هو شايف حاجه افضل ليه او كده، فاعتقد هو لعيب كبير برضه، ممكن اي نادي تاني يكون له رغبه في شرائه يعني. هل ظهوره ممكن يحل المشكله في لحظات، ولا ده قرار نهائي خلاص؟ يعني مانشيت شيكابالا خارج نادي الزمالك، الموضوع انتهى. بص يا فندم، نادي الزمالك كان بيوجه رساله للاجيال الموجوده دلوقتي والسابقه والجايه ان نادي الزمالك بيقف جنب اولاده، ومقابل ده كان هيدفع 650,000 دولار. لكن نادي الزمالك برضه بيوجه رساله دلوقتي للاجيال السابقه والحاليه والقادمه ان اي حد هيتلاعب بنادي الزمالك ملوش مكان في نادي الزمالك ايا كان اسمه ايه. طب وفي ارتباطات يا احمد ما بين نادي الزمالك وما بين سبورتنج لشبونه، ولا كانت الامور لسه ما دخلتش في حيز التاكيد يعني؟ لا، كان المفروض طبقا للتعاقد نادي الزمالك يبعت الفلوس عشان يبعتوا البطاقه الدوليه ويتم تنفيذ العقد. لكن يعني العقد لم يستكمل، كان في لسه اجراءات ولسه كان في توقيع لنائب رئيس النادي، يعني كان في اجراءات وما حصلتش. فالموضوع ما استكملش خلاص. يعني شيكابالا ما جاش المؤتمر بتاعه، فاحنا كده في حل حتى قدام نادي سبورتنج، مش اللاعب ما جاش المؤتمر اللي كان المفروض يوقع فيه. فخلاص الموضوع انتهى. حاجه تحزن الحقيقه يعني، حاجه تدعو للاستغراب مش حاجه الحقيقه غريبه جدا. يعني كنا عندنا امل الحقيقه وان يرجع تاني نجوميته، وكان مجلس اداره الزمالك الحقيقه سبب في كده، ان هو يعني يساعد الولد انه يعود من جديد، وميدو موجود في الاسماعيلي وعنده فرصه ذهبيه ويتالق سنه في الاسماعيلي ويرجع لكم تاني. لا، وكابتن ميدو وقف في الموضوع بصراحه وقفه لمصلحه نادي الزمالك والنادي الاسماعيلي، لكن هو ما جاش النادي الاسماعيلي ولا جه نادي الزمالك، يعني ما فيش مكان، ما جيش، ما وقعش، مش راضي يعني، مش مفهوم الموضوع، مش مفهوم. هناك برضو انباء بقى في موضوع تاني يا احمد عن ايمن حفني، ان ايمن حفني جاله عروض وان المدير الفني مرحب ان هو يمشي. الكلام ده مظبوط ولا دي اشاعات بنسمعها؟ لا حقيقه، لسه ما جاش عروض لايمن. ما جاش لسه عروض لايمن؟ لا لا. تمام. حاجتك برضو، بس احنا قلنا قبل كده اي لعيب هيجيب عرض محترم يليق بيه وبنادي الزمالك ما عندناش مشكله في التفكير في الامر احترافي، لان ولا النادي هيقف على لعيب ولا ان احنا المفروض نقف قدام مستقبل لعيب. يعني ما شاء الله حضرتك شوف عبد الشافي كان يستحق ان نادي الزمالك يقف جنبه، وفعلا وقفنا جنبه وجاب لنادي الزمالك حقه. عبد الشافي كان نموذج محترم جدا لابن النادي اللي بيحترف وبيدي النادي حقه، وربنا عشان كده بيكرمه. الحقيقه انا امبارح كان في حديث بيني وبين المستشار مرتضى منصور على موضوع الموقف ال50 واحد اللي كانوا في تونس. مش عايز اقول الجمهور، يعني العدد اللي كان موجود هناك وتجاوز الناس والجمعيه العموميه الغير عاديه. انتوا فعلا ماشيين في الاجراءات دي ولا الامور مختلفه دلوقتي؟ لا، ماشيين في الاجراءات، وانا عاجبني جدا تعبير حضرتك لما حضرتك قلت مش عايز اقول جمهور. لا، ما انا مش هقول جمهور، نقول عليهم كده. بالظبط. لكن احنا ماشيين كمان فيما هو اكبر ان شاء الله، كيفيه ادخال الجماهير. يعني خلاص بقى في اقتراح دلوقتي هندخل الجماهير من اعضاء الجمعيه العموميه كتجربه اولى ان شاء الله، في اول تجربه يسمح فيها بدخول الجماهير، ثم بعد كده هنشوف طريقه ندخل بيها الجمهور العادي، لان جمهور نادي الزمالك بالملايين. يعني حضرتك اللي قلت عليهم دول حوالي 50، وفيها كمان معاهم 5000 واحد، مش اكتر من كده. فلكن انت بتتكلم عن نادي الزمالك ملايين الملايين، يعني سواء في مصر او في الوطن العربي. وانا قلت قبل كده حضرتك في تجربه بنعملها، اول رابطه رسميه هترتبط بالنادي من الامارات.
احمد يعني بمنتهى الصراحه ما تهزتش وانت هناك؟ يعني انا شفتك والحقيقه يعني اشدت بيك في موقف واعترضت عليك في موقف، ودخل مستشار وضح الموقف الثاني بتاع ان كان في واحد عنده مشكله في الباسبور، قال لي لا ده كان مش ده مواطن عادي، مواطن مصري كان هناك يعني. وضح المستشار الموضوع. ولكن انت يعني شايفك كنت متماسك، رحت للجمهور حاولت توري لهم التيشيرت يا جماعه، حاولت تكلمهم، واضح ان ما حدش سامع حاجه، يعني ما حدش سامع القصه. حاولت اصحي فيهم فكره الجمهور، لكن هو اعترض ان هو يبقى جمهور. يعني انا اما انا رحت له كان حضرتك، عشان حضرتك تبقى عارف، عشان يتقال ان هم ما شتموش الدوله ولا شتموا ولا مش عارف ايه. لا، هم ما شتموش فعلا في المدرج هناك الرئيس او الشرطه او الجيش، بس هم شتموهم هنا في مطار القاهره. يعني شتموهم هنا في وسط مطار القاهره. فهناك، لكن هناك كانوا جايبين يفط وحاجات كده. هو الموقف اللي خلاني انتبه ان هم ما رضوش يخشوا تدريب، ولما جيت اديهم تذاكر رفضوا ان هم ياخدوا تذاكر. فهو ده اللي خلاني انتبه ان ممكن يبقى في مشكله. طب عايز اسالك سؤال تاني يا احمد، انت عارف ان في مشكله، او انت عندك معلومات مؤكده وكان ممكن تعمل هناك اتصال، او كان ممكن تعمل حاجه ان ما يبقاش فيه جمهور، لان واضح ان الموقف كان سلبي على فريق نادي الزمالك وعليك، ما تصرفتش في الموقف ده؟ يعني لا فضلت برضو ان الناس تخش وتعمل اللي هي عايزاه، ولا كانت وجهه نظرك ازاي؟ لا يعني هو حضرتك انا بشوف ان المنع شيء مش يعني مش اللي لما بتعمل منع بيحصل مشكله. فما كانش ده الحل. كان الحل ان انا اسيبهم يخشوا، لكن لازم يتفتشوا، لان ما مش يعني انا هتحمل المسؤوليه في الاخر لو حد حصل له حاجه، زي ما انا حاولت اطلع الراجل اللي كان معاه باسبور منتهي الصلاحيه ده. فانا كنت بمثل نادي الزمالك في المكان ده، فبالتالي كان لازم اني انا ما ينفعش امنع الجمهور يخش، كان لازم اسمح للجمهور يخش، لان هو في الكويس وفي الوحش طبعا. لكن انا اخد اجراءاتي، افتش كويس. بس يعني هو ده اللي حصل، ان هم اتفتشوا، وده هو اصلا اللي زعلهم ده، ان اتاخد منهم اليوفط والشماريخ. لكن كان في واحد تقريبا معاه شمروخ هم بيخبوه تقريبا، يعني مش عارف بيخبوه ازاي. لكن في واحد خباه شمروخ ودخل بيه. يعني الحقيقه برضو يحسب لك، كنت هادي هناك وتعاملت مع الموقف بشكل محترم. قدمت اوراقك النهارده ولا لا؟ والله انا ان شاء الله هقدم اوراقي، يعني الاسبوع ده لسه فاضل فتره، يعني هو مش ما اتقفلش لسه 10 ايام ان شاء الله. انا اصلا مقدم يعني، بس هجدد بس. هتجدد بس التقديم. المفروض بقى قناه الحياه تقف جنبي بقى، انا حزب الوطن. من غير ان شاء الله ما تبقى اي حاجه. ودكتور سيد يعني المفروض يعني مع دكتور سيد. طبعا فوق دماغنا من فوق. لا ان شاء الله ربنا يوفقك ويوفق الجميع ان شاء الله. احمد ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك، والتوفيق.